أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا عارف إن في بعض الأشخاص طول الوقت بيحاولوا يتخلصوا من الوسواس، لكن المشكلة إن في نوع معين من الوساوس بيكون أصعب وأقوى من اللي إحنا بنواجهه العادي. ده لما الوسواس مثلا ما يكونش مجرد فكرة بسيطة بتجيلك في دماغك، يعني ممكن واحد يكون عنده بعض الوساوس الخفيفة. ده عادي، ده الطبيعي، مفيش مشكلة، كلنا بنمر بالوساوس دي. لكن ساعات بيكون بقى مع الوساوس شعور قوي، بيكون مع الوسواس دوت بيخليك تحس انه فعلا حقيقي، او حتى ممكن يحسسك ان الوساوس والافكار دي بتكون جزء من شخصيتك انت، لدرجة انك بتفكر ان الافكار دي نابعة منك انت. احنا في الحلقة دي هنتكلم عن الحالة دي بالظبط، عن انك انت بتشعر ان الافكار دي جزء منك وانت المتسبب فيها، وان انت اللي بتفكر ان الافكار دي نابعة من داخلك انت وانت المسؤول عنها. هوضح لك وهوضح لك يا ترى هل ده حقيقي ولا لأ، وازاي احنا ممكن نتعامل معاه. كمان هعرفكم ايه هو سبب ان الافكار دي بتسبب شعور قوي عندنا، وازاي ان احنا نقدر نتغلب عليها خطوة بخطوة بالهداوة كده بالراحة، علشان نقدر نتخطى الاحساس المزعج اللي احنا بنمر بيه ده. أول حاجة عندنا في بداية الحلقة وهو سؤال مهم: ليه الوسواس بيكون معاه شعور قوي؟ يعني أول حاجة لازم نتكلم عنها هو ليه الوسواس بيكون شعوره قوي عليك، ليه بيسبب لك الألم النفسي الشديد دوت. الإجابة البسيطة هنا وهي إن الوسواس هنا مش مجرد صوت بيجيلك في دماغك. أنا عاوزك تفهم كويس معايا يا حبيبي عشان تقدر تخرج من الحالة اللي انت فيها دي. الوسواس مش مجرد صوت بيجيلك في دماغك، لأ، هو بيستغل نقطة ضعفك. عاوزك تفهم كويس النقطة دي، بيستغل ايه؟ نقطة ضعفك وهي مشاعرك. طيب يعني ايه الكلمة ديت؟ يعني تعالوا نوضح اكتر مع بعض علشان نفهم الوسواس بيلعب على نقطة ضعفنا ازاي. الوساوس هنا بتلعب على مشاعر الخوف عندك. يعني مثلا تخيل كده ان الوسواس قالك ان انت مثلا يعني لو لمست المقبض ده هيكون في عدوى هتجيلك. ده هو ممكن واحد يكون عنده وسواس نظافة بيخاف من الموضوع ده، فاحنا بندي مثال. الكلام دوت مش بس هيكون فكرة في دماغك، يعني مش مجرد ان الوسواس قالك ان انت لو لمست المقبض دوت هيجيلك عدوى. ده مش مجرد فكرة هتكون في دماغك بس، لأ، ده هو هيضيف عليه شعور بالخوف القوي. يعني هو لو مجرد فكرة اهو خلاص فكرة وبتروح لحالها، لكن الوسواس هنا بيضيف عليه شعور قوي بالخوف، يعني بيخليك من جواك مرعوب حرفيا. ده طبعا في حد ذاته بيخليك تصدق الوسواس الناتج عن ايه؟ عن الخوف. يعني الوسواس بيخليك تخاف من حاجة غير موجودة في الأساس، تمام كده؟ وبيحطك في موقف انك تحس انها فعلا حقيقية. يبقى لابد نعرف ان الوسواس بيلعب على نقطة ايه؟ ضعفك، وهي الخوف. طيب، تاني حاجة، الوسواس بيحاول يقنعك انه جزء منك. بمعنى ان الوسواس مش بيجيب لك افكار، لا، هو بيخلي الافكار ديت انت تحس انها جزء منك، انها نابعة منك انت، او انت المسؤول عنها. يعني كأنها صوت داخلي او رأي شخصي ليك. ممكن واحد تجيله مثلا افكار كفرية، فهو يفكر ان الافكار دي نابعة منه هو لان هو شخص مش كويس. هنا احنا بنقول لك ان الوسواس هو اللي بيخليك تشعر ان الافكار ديت جزء منك. وتعالوا اديكم مثال بسيط يوضح الكلام دوت. يعني مثلا ممكن الوسواس يقولك ان انت شخص سيء، تمام كده؟ والفكرة دي بتيجي مع شعور قوي انك فعلا شخص مش كويس من جواك. هنا هو بيخليك تفكر فيها وتتأثر بيها اكتر. ده اللي هو مين؟ الوسواس. يعني ممكن يخليك من جوه منك متأكد فعلا انك انت شخص سيء. مين اللي بيجيب لك الاحساس دوت؟ ده ايه؟ الوسواس. فلما نيجي ندي تشبيه معين هتلاقي ان الوساوس اللي بتجيلك ديت زي بالظبط كده، تخيل ان حد واقف قدام منك وبيصرخ في وشك. الصوت اللي بيجيلك ده مش مجرد كلمات. يعني لو في واحد بيتكلم في وشك وبيزعق في وشك، انت ساعتها مش بتاخد الصوت بتاعه دوت لان هو مجرد كلام ولا حد بيكلمك.
لانك هتشعر وقتها ان الكلمات اللي خارجة من الشخص دي بتأذيك نفسيا. ده كمان الوسواس بيعمل شعور زي دوت، ان هو بيحط لك شعور قوي انك محتاج تسمعه. يعني بالرغم ان احنا شبهنا قلنا ان في شخص بيزعق في وشك وانت بتحس ان انت مجبر تسمعه، كذلك الامر الوسواس بيحطك في نفس الدرجة دي بالظبط من الاهمية، ان انت بتحس انك عاوز تسمع الوساوس دي ما تعرفش ليه، وبتفكر فيها وبتستشعر ان هي فعلا حقيقية. فهنا عشان نكونوا فاهمين بقى ان الوسواس بيخلي الافكار ديت انت تحس انها حقيقية فعلا، لكن في حقيقة الامر هي بتكون مجرد خيال وضوضاء. ودلوقتي تعالوا ننتقل بقى للقسم الثاني اللي هو هنتكلم فيه عن الحلول. ازاي انك تتغلب على الشعور القوي الناتج عن الوسواس اللي بيجيلك في عقلك وعن الافكار السلبية. اول حاجة لابد ان احنا نكونوا فاهمينها كويس، ان احنا نعرف شيء مهم، وهو ان الشعور الناتج عن الوساوس ليس حقيقي. بمعنى انت دلوقتي جات لك الفكرة الوسواسية في عقلك، جات لك الافكار السلبية اللي هي سببت لك توتر او قلق، هل الشعور دوت حقيقي؟ لا. طيب هو ناتج عن مين؟ ناتج عن الافكار السلبية او الوساوس اللي جات لنا. دي اول خطوة لابد ان احنا نكونوا عارفينها. خلاص كده؟ طيب الشعور القوي بقى اللي بيجيلك مع الوسواس دوت ده مش حقيقي. خلاص؟ طيب هو عبارة عن ايه؟ هو مجرد تأثير الوسواس علينا. يبقى اول خطوة بأكد عليها لابد ان احنا نفهم ان للوساوس والافكار السلبية تأثير علينا، سواء بالضغط النفسي او التوتر او القلق اللي هو بيصيبنا. طيب ده في حد ذاته بيخلينا نحس ان الافكار اللي بعقلنا ديت حقيقية. ما هو نتج عنها توتر، يبقى في شيء كان سبب في ان هو سبب لي القلق ده. طيب هنا احنا بنأكد على ان المشاعر ديت او الاحاسيس دي مالها ليست ايه؟ ليست حقيقية. طيب مثال عملي على كده، لو الوسواس قالك مثلا ان انت لو عملت كده هتموت، يعني هو ممكن تجيلك فكرة وسواسية ان انت لو عملت شيء معين هتموت. خلاص؟ في الحالة دي نعمل ايه؟ لابد انك تقول لنفسك ان دي مجرد وساوس، وانا عارف ان ده مش حقيقي. يعني انت لابد ان انت ترد داخليا على الوساوس دي. طيب المطلوب منك في اللحظات ديت انك بمجرد ما تجيلك الافكار ان انت ترد عليها داخليا، لان انا جات لي فكرة حاليا، لو انا سبتها هتبدأ تترسخ اكتر عندي. لكن بمجرد ان انت بس بتحاول حتى تقول لنفسك ان دي مجرد وساوس وانها ليست حقيقية، احنا هنا على المدى البعيد، مش هقولك في يوم وليلة، لكن مرة مع مرة مع تكرار الرد على الوساوس دي انت كده بتضعف تأثيرها عليك. ده بالظبط زي ما كده واحد ماسك فاس وعمال جاي على شجرة عمال يكسر فيها، هي مش هتقع من اول ضربة، لكنك انت بتحاول معاها واحدة واحدة لحد ما بتجيلك فترة بتلاقي ان الشجرة دي وقعت لوحديها. يبقى هو ده التفسير اللي انت المفروض هتتبعه مع الوساوس، ان كل مرة تجيلك الفكرة ديت ترد عليها بالشكل ده. طيب كتطبيق عملي انت او انت ممكن تقومي بالكلام دوت ازاي؟ لما تحس مثلا بالفكرة مع الشعور القوي، الفكرة جت في العقل اهو، ترتب عليها شعور قوي، الشعور اللي احنا بنحس بيه، ساعتها في اللحظة دي هتقول لنفسك بصوت عالي او تتكلمي داخليا تقول لنفسك ان ده كذب، الإحساس اللي أنا بحس بيه دوت ده ناتج عن الوسواس، يعني ده ليس حقيقي، ده مجرد شعور زائف. الرد اللي انت بتقوليه دوت زي ما قلنا كده على المدى البعيد والتكرار بيخفف عليا من حدة الوساوس ده، حتى لو ما جابش معايا نتيجة من أول مرة. المطلوب مننا ان احنا ايه؟ نكرر باستمرار. تاني حاجة ان احنا نسجل الأفكار ديت في دفتر، يعني كل مرة تجيلنا فيها الأفكار دي اللي بيترتب عليها شعور قوي بالخوف من شيء معين أو من فكرة سلبية، أروح جايب الورقة والقلم اللي معايا واكتب فورا الشعور اللي أنا مريت بيه أو الفكرة اللي هي جاتني مع الشعور. طيب ليه بنعمل كده؟ علشان تيجي بعد كده تبدأ تراجع وتحلل الفكرة ديت مع الشعور وتشوف الفكرة اللي جات لي ديت سببت لي شعور معين، هل دوت حقيقة بسبب ان الافكار دي حقيقية، ولا ده كان بسبب الافكار السلبية والوسواسية؟ في حالة ان انت بتعمل كتابة للافكار اللي بتجيلك وبتبدأ
تحللها كده انت بتحاور الوسواس، ودي خطوة قوية جدا في تخفيف تأثير الأفكار ديت عليك. طيب ازاي انت ممكن تطبقي الكلام ده عملي؟ فمثلا لو الوساوس دي قالت لك ان انت لو خرجتي من البيت هتحصل لك مثلا مشكلة او مصيبة، مثلا زي ما الوساوس بتكبر المواضيع، احنا بندي مثال. هتروحي ماسكة القلم والورقة وتكتبي الفكرة ديت، ان الوسواس بيقول لي ان انا لو خرجت من البيت هيحصل كذا وكذا وكذا. وبعد كده تسألي نفسك سؤال مهم: فين الدليل على اللي الوسواس ده بيقوله؟ على فكرة ده سؤال مهم لابد ان انت تسأليه للفكرة لما بتجيلك. فين هو الدليل اللي انا لو خرجت من بيتي هيحصل كذا وكذا؟ ما اصل كل شيء ليه دليل وكل شيء ليه اثباتات، ولو اي حد احنا بنكلمه في اي شيء وما جابش دليل على كلامه اصبح كلامه ده خلاص مجرد افكار. علشان كده احنا بنسأل الوسواس: فين دليلك على اللي انت بتقوله؟ وهل حد قبل مني عمل كده وحصل له حاجة؟ يبقى احنا برضو بنسأل الوسواس ده سؤال منطقي. لو ما لقيناش إجابة من الوسواس معناها ان دي أفكار سلبية، لابد ان انت في اللحظة دي تكوني متأكدة ان ده مجرد وسواس. وطالما تأكدنا ان دي مجرد وساوس، اذا ليس لها اي أحقية في ان احنا نصدقها. طيب يا ترى ايه هي النتيجة اللي احنا ممكن نحصل عليها من التطبيق العملي دوت؟ ان انت بمجرد ما بتكتبي الحاجات ديت بتساعدك تخرجي الافكار دي من دماغك وتشوفيها من بعيد. يعني شفتي كده كأن واحد بيشوف بالكاميرا الواسعة، بيشوف المنظر اكبر. تمام؟ يعني هتلاقي ان الافكار اللي في عقلك دي كانت مجرد كلام فارغ، بس من كتر الحاح الوسواس عليكي هو اللي خلاها لك تبدو كأنها حقيقية. تالت حاجة معانا وهي استخدام تقنية وقف الافكار. يعني لما انت تحس بفكرة مع شعور قوي بيجيلك، تمام، هتقول لنفسك بصوت عالي: لابد من إيقاف هذه الفكرة. يعني كلم ساعتها الوسواس، أو داخليا قول لنفسك كده داخليا: لابد إن أنا أعمل إيقاف لهذه الفكرة. مجرد الكلام اللي أنت شايفه سطحي ده أنت حاليا شايفه سطحي، تقول ده معقولة هيجيب معايا نتيجة؟ ما هو أنت لو بصيت في الفكرة الوسواسية هتلاقيها برضو فكرة بتدور في عقلك كأنه بيخاطبك. طيب ما أنا برد عليه بنفس الطريقة بتاعته، ان انا داخليا برد عليه، هو بيقول لي فكرة بتسبب لي شعور، انا بقول له دي فكرة مش حقيقية لابد انك توقفها. اصبح حاليا في لغة تخاطب داخلية ما بينك وما بين الافكار اللي بتجيلك. ما هو انت مش مجرد ان الافكار هتجيلك هتبدأ تعمل لها ردة الفعل التطمينية بتاعت كل مرة اللي هتفضل في دايرة مغلقة. لابد ان انت ترد على الفكرة بفكرة زيها داخلية. تمام؟ برضو ممكن تستخدم تقنية تانية وهي انك تغمض عينك وتسيب الافكار دي تسترسل، ويعني كأنها كده تجيلك في دماغك وتتخيل انك بتقطع الافكار دي باي شكل من الاشكال. يعني مجرد التخيل ان الافكار جايالك بتغمض عينك، انت بتتخيل داخليا انك قطعت او وقفت الافكار دي عن ان هي تسترسل في عقلك. ده في حد ذاته بيعمل لك نوع من التخفيف على تأثير برضو الافكار دي عليك. طيب التطبيق العملي ممكن يكون ازاي؟ ان مثلا لو الوسواس قالك ان انت لو لمست المخبط دوت هيكون فيه عدوى، تمام، احنا بندي مثال العمل يا جماعة عشان الناس تفهم. بينك وبين نفسك هتقول: لابد من ايقاف هذه الفكرة، زي ما قلنا كده لابد من ايقاف هذه الفكرة. او تغمض عينك وتتخيل كده ان في شيء بيوقف معاك الافكار دي. يعني بأي شكل تخيله أو بأي نوع من التخيل عندك، إنك مثلا في كلام بيتقال وإنت كأنك وقفت واحد إنه يكمل الكلام، أو كأن في صوت في ودانك وإنت سدت ودنك. أهم شيء إن إنت اديني أي شيء يخليك داخليا تستشعر أو تتخيل إنك وقفت الأفكار دي عن إن هي تكمل في دماغك. حتى لو مش قادر من أول مرة برضو تخيل تاني وتالت ورابع لحد ما تتخيل في مرة من المرات إنك عملت إيقاف للأفكار دي. النتيجة اللي هتحصل لك على المدى البعيد طبعا إن التقنية دي بتساعدك تقطع الشعور القوي وتمنعه من السيطرة عليك، وده بيجي طبعا مع التدريب. رابع حاجة معانا وهي مارس التمارين النفسية البسيطة. يعني مثلا تجرب تمارس تمارين تنفس بسيطة عشان تهدي أعصابك. في بعض الأشخاص بيتوتر، ممكن يحصل له ضيق في النفس، لابد إنك تقعد تسترخي وتتنفس ببطء. دخول الأكسجين في جسمك ده بيساعدك على الاسترخاء. لو أنت مجربتش الموضوع ده قبل كده أنا أنصحك تعمل تمارين التنفس دي من فترة للتانية عشان بتعمل فعلا على تهدئة العقل وتقدروا
تجربوها على فترات طوال اليوم. التطبيق العملي فيها انك هتستنشق الهواء جوه منك لمدة 4 ثواني. الكلام ده احنا قلناه على فكرة في فيديوهات كتيرة، لكن لو انت اول مرة تسمعني اديني بقوله لك تاني. بتستنشق الهواء لمدة 4 ثواني في الرئة، بتحبسه 4 ثواني، وبعد كده بتخرج الهواء دوت ببطء مثلا من 5 إلى 6 ثواني. نتيجة التمرين ده عليك بيساعدك انك تقلل من الشعور القوي اللي هو بتكون حاسه نتيجة الوساوس، وده بيساعدك انك تراجع او ترجع تركيزك لوضعك الطبيعي تاني. وهنا هنتقل بيكم للجزء الثالث من الحلقة، وهو ان احنا ازاي نتعامل مع الافكار اللي هي بتخليك تحس انها جزء منك. فاحنا لما يجي نتكلم عن الافكار ديت فهي بتحسسك انها جزء منك او ان هي حقيقة واقعة عليك. يعني الافكار ديت بتكون معانا ومش بتجيلك بس في دماغك، ده هي كمان بتكون معانا كجزء من شخصيتنا، وبتخليك تشعر وبتخليك تحسي من جوه منك ان انت المسؤولة عن الافكار ديت او ان هي طلعت منك. دلوقتي احنا هنتكلم عن بعض الخطوات اللي تخلينا نقدر نتعامل معاها ازاي. رقم 1، لابد ان احنا نلاحظ الافكار ديت بدون ما نتفاعل معاها. ازاي ممكن نطبق الخطوة ديت؟ لما تيجي فكرة مع شعور قوي هتقول لنفسك دي مجرد فكرة. ركز معايا في الكلام عشان تقدر تطبق ده عملي. يبقى لما تجيني فكرة مع شعور قوي اقول لنفسي ايه؟ دي مجرد فكرة، مش لازم اتفاعل معاها. الكلام ده لازم تردده، لازم تقوله يا اما بصوت عالي يا اما داخليا. التطبيق العملي ازاي بره؟ الوسواس هيجي يقول لك مثلا ان انت شخص سيء، خلاص هتقول لنفسك دي مجرد فكرة غريبة مش لازم اصدقها. يبقى الوسواس هيقول لك فكرة، لابد ان انت ترد عليها بنفس الطريقة اللي احنا قلناها دي بالظبط. طيب تاني حاجة، تراجع الأدلة الواقعية. يعني كل مرة تحس ان الفكرة ديت حقيقية بتعبر عنك هتسأل نفسك سؤال، هتسألي نفسك السؤال فين الدليل على كده؟ السؤال ده في حد ذاته بينسف فكرة ان الوسواس يأكد لي ان الافكار ديت مني انا. هل في حد قال لك كده غير الوسواس؟ يعني انت دلوقتي بتسأل نفسك انت سؤال، في حد قال لي قبل كده ان الافكار ديت ناتجة مني انا ولا دي مجرد وساوس بتجيني؟ طيب التطبيق العملي، لو الوسواس مثلا قال لك ان انت مش قادر تعمل حاجة صح، ده الوسواس هيقول لك كده اهو، هتسأل نفسك فين الأدلة الواقعية اللي تثبت ان الكلام ده حقيقي؟ وايه هي الحاجات اللي انا عملتها اصلا قبل كده تثبت صحة الكلام دوت؟ يعني انسان مثلا ممكن يكون اخطأ، دي اخطاء واقعية، لكن لما الوسواس يقول لك ان انت مش قادر تعمل حاجة صح ابدا في حياتك، هل ده فعلا بيحصل بره ان الانسان طول حياته بيخطأ؟ لا طبعا. يبقى اذا ديت مجرد فكرة وسواسية بتحاول تخليك تكره نفسك وتكره ذاتك، فانت هتسألها السؤال الواقعي فين الادلة اللي تثبت صحة كلامك دوت؟ طيب نتيجة الكلام ده علينا ايه لما احنا بنتكلم بقى ونرد على الوسواس؟ هتلاقي ان الافكار دي كانت مجرد اوهام في عقلك فقط لا غير، وهي لا هي جزء منك ولا بتعبر عن شخصيتك اصلا، لان دي مجرد افكار العقل بينتجها، لكن الاشكالية ان هو بيحاول يخليها لنا حقيقية، لان هي بيكون مصاحب معاها شعور بيخلينا فعلا نشعر ان هي ايه؟ حقيقية. رقم 3، انا عاوزك تضحك على الوسواس. ايوه بنفس اللفظ كده، نضحك على الوسواس، يعني تجرب تخلي الموضوع اخف شوية عليك، ما تاخدوش بمحمل الجد. يعني لما تجيلك الفكرة الوسواسية مع شعور قوي تقول لنفسك الوسواس ده سخيف جدا، يعني انت هترد عليه كأنه شخص تافه، او كأن في حد تافه بيكلمك، او حد كلامه يعني ايه كلام لهبل اللي انت بتطلعه ده. لابد تحسس نفسك بنوع من الفكاهة شوية وانت بتتعامل مع الوسواس، يعني ما تاخدوش على محمل شخصي وان الافكار دي حقيقية، لانك لما بتقلل من الوساوس ديت وبتحسسه ان هو يعني شيء تافه في نظرك، ده بيخليك تشعر داخليا ان انت اقوى منه، او ان انت بتشعر فعلا ان ده شيء تافه، شيء مجرد كذب في كذب المفروض ان انا ما صدقوش. مجرد الاحساس ده بس لو انت جربت وتعودت عليه ان انت تاخد الامور ببساطة وتضحك على الكلام اللي بيقوله لك الوسواس، ده بيخفف تأثيره عليك جدا. التطبيق العملي في الموضوع دوت، ان مثلا لو الوسواس قالك ان انت نفس المثال اللي هنقوله على فكرة اللي هو بتاع المخبط، ان انت لو لمست المخبط دوت هيكون فيه عدوى، تمام؟ انت ممكن بينك وبين نفسك تضحك على الفكرة دي، يعني بمجرد ان الفكرة دي تجيلك اضحك بصوت عالي كده وقول ده كلام فارغ، ايه ده؟
طبعا لو انت من جواك مش عاوز تتكلم قدام حد بصوت عالي، خلاص اتكلم داخليا، كأن كده واحد بيقول لك كلمة وانت حاسس ان كلامه كده هبل، اضحك بينك وبين نفسك، قول ايه الكلام الفارغ ده. مجرد انك بتضحك بتستهون بفكرة الوسواس، ده بيجيب نتائج معاك مبشرة وبتخليك تستشعر فعلا بالإريحية. علشان كده نتيجته عليك ان الضحك هيساعدك على تقليل قوة السيطرة الوسواس ده عليك، وهتقلل برضه من تأثيره عليك على المدى البعيد. تعالوا بقى ننتقل للقسم الرابع وناخد أمثلة واقعية وكيفية التغلب عليها. يعني هنعرض أمثلة واقعية ليها علاقة بالأفكار اللي بتخليك تحس إنها حقيقية، وإزاي أنت أو أنت تقدري تتغلبي عليها. أول فكرة عندنا الوسواس ممكن يعملها لك، وهي إن أنت لو عملت كده هتحصل لك مصيبة. طيب الحل هنا تسأل نفسك فين الدليل، وهل حد قبل مني عمل كده وحصل له حاجة؟ يبقى انت كده فعلا بترد على الوسواس بسؤال واقعي، هتلاقي ان الوسواس مش عارف يرد عليك. الفكرة التانية ان الوسواس مثلا يقولك ان انت شخص سيء. الحل هنا تسأل نفسك فين الأدلة برضو الواقعية، وايه هي الحاجات الكويسة اللي انا عملتها في حياتي. لان انت لما بتتذكر بعض الاشياء الكويسة اللي انت عملتها في حياتك، بتقول للوسواس ان انا مش شخص سيء ولا حاجة، ده انت دي مجرد افكار بتحاول تشككني في نفسي. طبعا الردود تعتبر بسيطة، لكن هي على المدى البعيد بتجيب نتائج قوية. ثالث فكرة عندنا وهي ان الوسواس ممكن يقولك ان انت لو خرجت بره البيت ممكن تحصل لك مصيبة. الحل هنا ان انت هتجرب تخرج من البيت لمدة دقيقة واحدة على الاقل، يعني هتفتح باب البيت وتخرج بره الباب، او اقرب فرصة ان انت خارج فيها اخرج، ما عندكش مشكلة. تمام. هتلاقي ساعتها ان الافكار دي كانت مجرد وهم في دماغك انت بس، وكل الفكرة ان الوسواس كان مكبر لك الموضوع. لانك انت بمجرد ما بتخرج حتى لمدة دقيقة واحدة وبتدخل تاني البيت، كده خلاص اديني يا سيدي خرجت وما حصليش اي مشكلة. يبقى انت كده بتحاول تشكك الوسواس في افكاره اللي هو بيحاول يمليها عليك. في النهاية عاوز اقول ان الوساوس لما بتجيب لك شعور قوي، ده مش معناها ان الافكار دي حقيقية، ومش معناها ان انت المفروض تستشعري ان الافكار اللي جاتلك دي تدل عليكي. لكن لابد نفهم ان الوسواس دوت بيخلي الافكار والمشاعر قوية عندنا، بتخلينا نحس انها فعلا حقيقية وواقعية. ولو احنا استمرينا نطبق الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة ديت، هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك عندك المقدرة تتغلبي على الحالة اللي انت بتمر بيها ديت، وهتقدري تفرقي ما بين الافكار الحقيقية واللي هي مجرد وسواس. علشان كده في النهاية لابد ان احنا ما نخافش من الوساوس دي تماما، ونعرف ان هي ليست حقيقية بالمرة. ولابد ان احنا نستخدم عقلنا في الرد على الافكار الوسواسية زي ما احنا قلنا كده في الحلقة. يعني تراقب نفسك وتراقبي نفسك وتبدأي تسألي الافكار دي الاسئلة الواقعية. هتلاقوا مع التكرار ومع ان احنا نقدر مرة مع مرة، هنلاقي عندنا قوتنا الداخلية بتزيد ضد الوساوس ديت، وبنقدر نشوف الوسواس على حقيقته، وان دي في النهاية كانت مجرد افكار وسواسية. في النهاية اتمنى يا ربي الشفاء للجميع. القاكم في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.